السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض فطاير قطنية كده هشة وطرية بعجينة جميلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين شكل الفطار حلو قوي ازاي، بسم الله ما شاء الله، بطريقة تشكيل ان شاء الله تعجبكم. شايفين كمان التسوية حلوة قوي ازاي. بصراحة فطاير جميلة جدا، احتفظي بيها عندك لأي وقت، تنفعك جدا جدا، تنفع كمان في لانش بوكس المدرسة، حاجة كده تحفة قمر. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نشوف بقى عملنا الفطاير الجميلة دي ازاي. معايا نص كيلو دقيق، ما يعادل 4 كوبايات بمج الشاي العادي. معايا كمان معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة خميرة وذرة ملح. هقلب المقادير الجافة دي كويس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل عليهم بربع كوباية من الزيت وبيضة، ممكن تستغني عن البيضة تماما. وهنزل عليهم بكوباية وربع من المية الدافية، لازم المية تكون دافية علشان تنشط معايا الخميرة بسرعة. وهبتدي ألم العجينة كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبتدي اعجن فيها كويس بايدي واضيف الميه بالتدريج لحد ما العجينه تظبط معايا بالشكل اللي هتشوفوه باذن الله. وهعجن فيها زي 10 دقايق علشان انا عايزاها ناعمه جدا. العرق كده يكون اتكون في العجينه، يكون قوامها يعني ناعم جدا. طبعا اهم حاجه مرحله العجن علشان تاخدي نتيجه حلوه قوي قوي في اي معجنات. لازم تعجنيها كويس جدا جدا. هنا خلاص العجينه كانت مش عايزه معايا سوائل تاني، مش عايزه غير تتعجن. هعجن فيها لحد ما تنعم تماما معايا. هنا بس خلاص كده نعمت معايا بعد 10 دقايق عجن. لو تعبت في نص مرحلة العجين ممكن تريحي دقيقة وترجعي تعجني فيها، تريحك جدا الخطوة دي. ده قوام العجينة المناسب. هجيب مسحة زيت في الطبق اللي انا عاجنة فيه واغلف بيه العجينة من جميع الجهات واسيبها تخمر. هغطيها كده بكيس وبفوطة واسيبها تخمر بالشكل ده. نيجي هنا بقى نجهز الحشو. انا هحشي هنا عجوة، ممكن تحشيها اي حاجة تفضليها. العجوة دي انا عاملاها في البيت ومطعماها بفول سوداني وجوز هند. اكورها كده كور بين ايديا واسيبها في الطبق. الكرة مناسبة تكون لحجم القرصة اللي هتعمليها بالشكل ده. عجينة القرص جميلة جدا، ممكن تقبل بأي حشو، يعني ممكن تحشيها جبنة، ممكن سكر وقرفة، ممكن حشو كده لحمة أو فراخ، يعني على حسب ما يكون متوفر عندك وعلى حسب ما بتحبي بالشكل ده. هنا بعد ما العجينة خمرت أخد معايا زي نص ساعة بالشكل ده. احطها كده قدامي على الرخامة وابتدي أعملها رول علشان أعرف أتحكم فيها. ابتدي أقطع الرول ده لقطع كده متساوية. أحاول على قد ما أقدر أخلي قطع القرصة كده قد بعض عشان يكون التسوية بتاعتهم مظبوطة، يكون نفس السوى. هبتدي أسوي كده قطع العجين بالشكل ده ولازم أقفلها كده كويس من تحت. بعد كده هحطها على صينية مدهونة مسحة زيت كده خفيفة. ولو حسيت ان حجم القرصة اكبر من اللي انا عايزاه اخد منها قطعة كده بالسكينة وابتدي اسويها عادي. وهنا خلاص بعد ما كورت الكمية كلها بالشكل ده اغطيهم كده بكيس واسيبهم زي 5 دقايق بس مش اكتر. بعد كده هبتدي اشكل فيهم بعد 5 دقايق بالشكل ده. هجيب كده كرة العجين، اول كرة احنا شكلناها وابتدي ابططها كده تبطيطة بسيطة. اخد قطعة العجوة كده اضغط عليها ضغطة بسيطة مش قوي واحطها في نص العجين واقفل كويس. واسوي العجينة اقلبها كده واسويها بالشكل ده. طبعا احنا عايزين حاجة ليها قاعدة بالشكل ده. انا عندي هنا المقوار، هديها شكل جمالي بس مش اكتر، ممكن تستغني عن الخطوة دي، يعني على حسب راحتك. ممكن كمان تقفلي وتسيبيها دايرة زي ما هي. تشكيل دي حاجة ترجع لك، انا حبيت بس اديها شكل مش اكتر.
شايفين تشكيل العجينة مش بياخد معايا وقت خالص، بصراحة عجينة ممتازة. ممكن تعملي مقدار كبير من الفطاير دي، ممكن تعملي بكيلو دي او 2 كيلو تخزنيهم في الفريزر. طبعا التشكيل مش بياخد وقت خالص زي ما انتوا شايفين، حاجة كده تحفة. وهنا بعد ما خلصت الكمية تشكيل بالشكل ده، شايفين شكلهم تحفة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هغطيهم كده بكيس واسيبهم زي ربع ساعة او تلت ساعة على حسب ما يخمروا. وهنا بعد ما خمروا هجيب حبة لبن كده وابتدي ادهن الوش كويس. ممكن تدهني بصفار بيض مع حليب، او بسكر مع حبة مية، او معلقة عسل متدوبة كده في مية على حسب ما يكون متوفر عندك. انا هنا هلمع باللبن. بعد كده هرشها حبة سمسم كده خفاف كده على الوش بالشكل ده. هنا طبعا عندي الفرن سخن جدا، لازم اسخن الفرن حلو قوي قوي قبل ما ادخل اي معجنات. بعد ما سخنته هديت النار فيه ودخلت المعجنات لحد ما تاخد سواها بالكامل. وهنا شكلهم بعد ما دخلوا الفرن. طبعا اثناء فترة الخبز لازم ادير السيجان كويس جدا من جميع الجوانب علشان تاخد لون موحد القرص وتبقى معايا جميلة. وهنا خلاص القرص استوت معايا، اخدت زي 10 دقايق بس في الفرن. شايفين لونها جميل ازاي؟ وريحتها اجمل واجمل. نيجي بقى نشوف التسوية من تحت. بصراحة التسوية مظبوطة جدا جدا. شايفين لونها جميل ازاي؟ بصراحة الفطاير في منتهى الروعة. انا حاسة ان انا ماسكة في ايدي حاجة كده زي القطن، حاجة كده خفيفة جدا جدا. نفتح بقى واحدة ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. طبعا انا قلتلك ممكن تنوعي في الحشو على حسب راحتك. شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.